يا احمد انا هراجعها معاك وانت تشرحها لنا. تمام كده. احنا دلوقتي قلت احنا في عمليه البناء الضوئي. ايه عمليه البناء الضوئي؟ هي العمليه ان النبات بيقوم بيها عشان خاطر يتغذى، ان هو ياكل. ادي نبات عندي، النبات دوت تحت ضوء الشمس. هو خد دلوقتي من الشمس خد الضوء، ومن الهواء اخد حاجه واحده، خد ثاني اكسيد الكربون. يبقى هو دلوقتي اخد حاجتين، اخد من الشمس اخد الضوء، وخد ايه؟ ثاني اكسيد الكربون. يبقى انا عندي حاجتين مهمين، الضوء وثاني اكسيد الكربون. حلو كده. الضوء ده عمل ايه؟ الضوء اللي نازل علينا من الشمس ده عمل ايه؟ ساعد ثاني اكسيد الكربون انه يتحد مع الميه، فانتج حاجه حلوه قوي، انتج السكر. احنا لما بناكل سكر تحس ان احنا بنتحرك كتير كده وبيكون عندنا طاقه. بالظبط النبات الاتنين لما اتحدوا مع بعض فانتجوا السكر، فبالتالي السكر ساعد النبات ان هو يبقى ايه؟ عنده طاقه. تمام كده. فبقى عنده طاقه، وبعدين فبقى كبر وعرف ينمو. طب انا كبرت وعرفت انمو فهتنفس كويس. النبات لما بيتنفس بيطلع لنا الاكسجين. النبات لما بيتنفس بيطلع لك ايه؟ اكسجين. تمام. الاكسجين دوت مين اللي بيستنشقه او بيتنفسه؟ الانسان ولا النبات؟ الانسان. دي عمليه البناء الضوئي. يبقى عمليه البناء الضوئي هي عمليه صنع النبات للغذاء، هي عمليه صنع النبات للغذاء. تمام كده. ممكن تشرحها لي بقى تاني؟ تمام. يلا اشرح كده. اول حاجه عندك ضوء الشمس، تمام كده، وعندك الايه؟ ضوء الشمس ده ثاني اكسيد الكربون. بالظبط كده. انت ضوء الشمس دوت اخدت منه ايه؟ اخدت منه الضوء. اخدت منه الضوء. تمام. ده من الشمس. طب من الهواء اخدت ايه؟ ثاني اكسيد الكربون. تمام. حلو قوي. الضوء دوت ساعد ثاني اكسيد الكربون انه يتحد مع مين؟ الماء. مع الماء. برافو علينا. طيب وبعد ما اتحد مع الميه ايه اللي حصل؟ كونوا السكر. بالظبط كده. الاتنين كونوا لنا الايه؟ السكر. طيب ايه مهمه السكر؟ السكر ده مهم في ايه؟ بيمد النبات بالطاقة اللازمة. تمام. ليه ايه؟ للنمو. طب هو كبر وبقى بينمو وبقى كويس. تمام. بقى بيعمل ايه؟ بقى بيتنفس كويس. طب النبات لما بيتنفس بيطلق لنا غاز الايه؟ الاكسجين. الاكسجين. وبعدين مين اللي بياخد الاكسجين ده؟ النبات. بالظبط كده. البشر. برافو عليك. ليه؟ عشان بنتنفس بيه. صح كده؟ صح كده. تمام. يبقى احنا ايه هي عمليه البناء الضوئي؟ هي عمليه صنع النبات غذاء. الغذاء. ممتاز. شكرا.